السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي. ممنوع من العنف. فيلم الليلة بيحكي عن زواج المصريات بالأجانب، وخاصة كمال الشناوي هنا جايب بيروح يجيب البنات من أرياف، وخاصة محدود الدخل، واحدة زي وفاء عامر هيعرفها على رجل العربي اللي شفناه هيتجوزها اللي هو دوت. وياخدها معاها على السعودية. هتفاجئ إنها زوجة رابعة، وهتخلف منه ولد، وهيحصل ما بينهم مشاكل، وترجع على مصر وتطلق منه في الآخر بعد مشاكل كتير. وخاصة لما يعني نسوان جوزها هيحاولوا يعني بيعذبوها وبيقفوها، هو نفسه راجل مقرف ومش كويس، فهتهرب منه. وترجع على مصر، بس معهاش طبعا فلوس انها للاقامه اللي بتاعتنا. البنت التانيه اللي هي جيهان سلامه الوجه الجديد هتتجوز طارق الناهي، بس عقد عرفي، وتطلب بقى عايزه عربيه وعايزه وعايزه وعايزه، هيعمل لها كل اللي هي عايزاه. واول ما تبقى حامل هتفاجئ بان ورقه العرفي اللي كتبوها مش موجوده، وان كمال الشناوي خد فلوس من طارق النهوي، وما رضاش يسيب ياخد الورقه معاه، ادى الورقتين لطارق النهوي عشان يضيع حقها. الهمش هنا هتقعد تشتغل، هياخدها تشتغل خدامه عند راجل كده اجنبي، هتسيبه لان الراجل هيطلع مش كويس. وبعدين هتروح بعد كده شقه طلعت زين الله يرحمه، تقعد معاه شويه، وهيجي يسيب الشقه، فاقول لها خدي الشقه خليها معاكي، انا دافع مقدم 3 شهور، انا مسافر بره مصر، وهيديها مبلغ حلو من المال يعني. هتشتغل بقى وتعمل مصنع تريكو كده وملابس. مين جوها بقى اللي هتحبه؟ محمود قبيل. هيتفقوا بقى مع بعض، واحده واحده هيحبها ويخش في قصه حب. هترجع بقى طبعا وفاء مكي من بره معاها طفل، وصاحبتها هتلاقي نفسها حامل ومش عارفه تثبت مين هو ابوه. في الوقت ده هيحاول خالها يعمل الواد باسمه، هتاخد الواد وتجري لغايه لما في اخر الفيلم هنشوف بقى لقطه وحشه جدا، انها بتم ابنها في الشارع لانها مش معهاش فلوس ليه يعني. اللي نجمها بيعلى بقى في الفيلم إلهام شاهين، لانها هتبدا تشتغل وكلام من ده، هتبدا يعرف كمال الشناوي الكلام ده، فيحاول ينتقم منها. هيجي يتحايل على وفاء مكي انه يتجوزها واحد، الواحد دوت يقول لها ده ما عندوش مكان، بس ده راجل عربي، هيطلع العربي ولا حاجه، بس يقول لها هيخليه يعني يجي عند صاحبتك يوم، لان هي وفاء مكي والبنت التانيه هيقعدوا معاها. يجي عندي بس يوم كده يقعد معاك، يسهر معاك، ومش هيجي لك تاني يعني كل فين وفين، في مقابل انه هيديها فلوس المبلغ المال عشان تعمل اقامه لابنها اللي هو واخد الجنسيه السعوديه. في الاثناء ديت هيخلي الفلوس يخش عليهم، هتكون هي مع الراجل العربي. في نفس الوقت هنيدي قايم بدور وحش برضه، هتكون متفق ومظبط الدنيا مع كمال الشناوي، ويكون قاعد مع بنت خدامه. البوليس هيجي من بره يكبس عليهم. هنا هيكون بقى رد الفعل الجميل من محمود قبيل، انه لما يروحوا القسم مع إلهام شاهين هيعرض الجواز منها قدام الضابط، ويقول له انا جايب المأذون هنا مخصوص عشان خاطر تجوزها لي، وهثبت لك مين اللي عامل الفضايح، ومين اللي عامل القلق في البلد، ويحكي له على مين، على كمال الشناوي اللي عامله. هتيجي بعد كده مقابله جامده جدا جدا بقى، اهالي القريه كلهم هيطلعوا في نهايه الفيلم عشان خاطر يقابلوا كمال الشناوي وهو راجع، ويعني تفهم في نهايه الفيلم انه هيتقضى عليه او هيعملوا فيه حاجه يعني. هو فيلم جامد جدا، وفيلم كويس، وقصته حلوه. وفيلم يعني احنا ما حاولناش نعرض فيه اي صور ولا كده ولا كده. القصه نفسها بيع يعني تعتبر هي بيع، بسميها بيع. وخاصة بيع المصريات للأجانب، سواء بقى عرب أو غير عرب، في مقابل المال، واستغلال حالتهم المادية السيئة، لدرجة إن واحد منهم يعني لو أبو وفاء كده هيخليها ياخد من راجل فلوس، ويروح هو اللي يتجوز كمان، يعني هترجع من بره ابوها متجوز. يعني القصه قصه واقعيه جدا 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 لابعد الحدود. ارجو ان الفيلم يعني تتابعوه بدقه، لانه فيلم حلو قوي، وارجو ان ينال اعجابكم، وانا متاكد ان هينال اعجاب الجميع والله. وشرف ليا طبعا الكلام ده، وان تكون القناه عند حسن ظنكم جميعا. وشكرا جزيلا لحضراتكم، وسهره ممتعه معكم.